جت طيارة هليكوبتر زتت برميل بالبلد، فرحنا لنشوف يعني إذا في إصابات ولا ما في إصابات مشان نسعف الناس. فلحظة وصولنا لهناك كانت في منطقة قريبة للنظام فيها جيش، ضرب منها علينا بالمدفعية قذائف وقتل مننا 2 وصوبنا احنا 2. جينا لهون على مشفى صفا. احنا وصلنا بسيارة للحدود، يمكن ما كان في بيننا وبين الشيك 20 متر، قطعنا عليهم عاد. طبعا احنا موجودين ضمن مناطق محررة يعني من قبل الجيش الحر، يعني مناطقنا محررة غرب درعا وفي القنيطرة، يعني ما يقدر يصلها الجيش النظامي. اما الجيش النظامي اذا بيعرف انه احنا هون مثلا مسكنا بعدين وطبعا ما راح يوفر، لانه رايح اسرائيل او انت رايح على اسرائيل. يعني صار في جرحى تفوت على اسرائيل يعني من العام الماضي، يعني توقعت انه ممكن باي لحظه واحد يتعرض لاصابه ممكن انه يدخل على اسرائيل. اما اول يعني قبل يعني مستحيل كنت متوقع اني ادخل على اسرائيل. طبعا انا في عندي حاليا اصابات برجلي، يعني ممكن القتال يكون صعب علي شوي. يعني بس انا في لي دور هناك، دور كويس هناك، يعني ممكن نرجع. يعني مو بهذيك السوء هي اللي واصله عنها السوء. احنا يعني عايشين جبهة النصرة هناك يعني. يعني جبهة النصرة يعني هناك يعني شو بدي اقول لك، يعني تحل بعض المشاكل بين الناس، ممكن انها كونها يعني اسلاميه تحل بعض المشاكل، يعني ما تتدخل انها تقتل او كذا او تظلم حدا او هذا بحارب حدا، لا هي تحارب النظام فقط لا غير. كبر يا سميني، كبر يا حر. قايدنا الله اكبر، سيروا نحن معاك يا درغام، دونك الموت يا كبير. الله اكبر الله اكبر، ترحم الشهداء البحريه. الله اكبر الله اكبر. اي الله اكبر عليك يا شباب. الله اكبر. Nekoliko stotina montera iz čitave Srbije, iz EMS-a i drugih energetskih kompanija. واو المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية، ولكن 127 دولة قد قامت بالرد نيابة عني، وأنا أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل وأعتبر أن في ذلك الرد البليغ على ما قاله سعادة المندوب الدائم للجمهورية السورية. شكرا سيد الرئيس. I now give the floor to the distinguished representative of Qatar. You have the floor. من المؤسف حقا أن نستمع مرة أخرى لكيل الاتهامات الزائفة والكاذبة التي يواصل ممثل النظام السوري في إطلاقها اتجاه بلادي واتجاه كل من يقف بجانب الشعب السوري.
لتقديم الشكر لكافة الدول الأعضاء على تصويتها الإيجابي اليوم لصالح مشروع القرار، وشكرا. شكرا سيد الرئيس، ونعتذر لطلب الكلمة مرة أخرى في إطار مناقشة نفس البند، ولكننا مضطرون لأخذ الكلمة، وذلك للرد على ما ورد الآن في بيانات كل من المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية والمندوبة الدائمة لدولة قطر. باختصار سأحاول أن أرد باختصار. أولا، نحن كما قال المندوب السعودي شغوفون بالسعودية، ولكن للأسف دعني أقول بأن مندوب السعودية يبدو أنه شغف جدا بالمندوب السوري وبالشعب السوري كذلك. قال مندوب السعودية بأن المندوب السوري قام بتوجيه اتهامات جزافية لبلاده، وكذلك فعلت مندوبة قطر. سأتطرق باختصار إلى بعض النقاط التي ذكرها مندوب سوريا الدائم في بيانه، ولنرى إن كانت اتهامات جزافية أم لا. أولاً، قضية فتح معسكرات تدريب عسكرية للإرهابيين فوق الأراضي السعودية والقطرية. طبعاً هي أمور موثقة، حكومات السعودية وحكومة قطر أعلنت ذلك بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، هو أمر موثق، نحن لا نتهم. ثانياً، هناك تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست، صحيح نحن نأخذ ونعلن ونشير إلى تقارير صادرة عن محطات إعلامية غربية خاصة أمريكية، لأنها ربما قد تكون الوحيدة التقارير الحيادية التي تري حقيقة ما تقوم به الأنظمة السعودية والقطرية تجاه الشعب السوري، الحقيقة تماما، من تمويل وتسليح وتدريب. ثالثا، تقرير صادر عن Foundation for Defense of Democracies، هو تقرير معنون قطر and Terror Finance، ننصح الجميع بقراءته. تستطيعون فقط أن تذهبوا إلى موقع جوجل، أخرجوا التقرير وانظروا ماذا سوف ترون من فضائح عن تمويل قطر للإرهابيين. رابعا، تطرقنا إلى فقرة من فقرات مشروع القرار المقدم من كل من قطر والسعودية وحلفائهما. فقرة 24 تدعو إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، هو أمر مفقود في كل من السعودية وقطر. فقرة تدعو إلى مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في سوريا منذ الأزل، المرأة تشارك مشاركة فعالة سياسيا واقتصاديا وفي جميع مناحي الحياة. ماذا تفعل في السعودية وقطر؟ ثالثا، يدعون إلى دولة لا مكان فيها للطائفية، لا مكان فيها للتمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة، وهو أمر موجود في سوريا منذ الأزل كذلك، إلا أنه غير موجود في هاتين الدولتين، طبعا وفق هذين النظامين. لن أطيل في شرح ما أقول، لكن ما يؤسفنا فعلا هو أن نسمع مرارا وتكرارا ممثلي النظامين القطري والسعودي يتحدثون بأنهم يدعمون الشعب السوري، ونحن نقول لهم مرة أخرى: الشعب السوري لا يريد دعمهم، لا يريد أسلحتهم، ولا يريد إرهابهم. وكما قال سعادة السفير سوريا، سيقوم الشعب السوري بمحاسبتهم عاجلا أم آجلا على كل ما قاموا به منذ بداية الأزمة وإلى ماذا سوف يجري في المستقبل. في النهاية، ختاما سيد الرئيس، قال سعادة مندوب السعودية الدائم بأن المندوب السوري يتحدث بكل جرأة عن غيره من الدول. إذا كان المندوب السوري يتحدث بكل جرأة عما يجري في السعودية وهي أمور حقيقية، فماذا سوف نسمي جرأة المندوب السعودي عندما يتحدث عن الشعب السوري وهو في بلاده تحدث أمور وانتهاكات وتناقضات أكثر بكثير مما يجري في بلاده؟ سيد الرئيس، ختاما،
أود أن أكرر جملة واحدة فقط: قطر والسعودية يملكون من الأموال ما يكفي لشراء ذمم كاملة. اشتروا ذمم أنظمة، اشتروا ذمم مسؤولين رفيعين في الأمم المتحدة، وأنا أكرر ما قاله سعادة السفير السوري في هذا الإطار، ولكنهم لن يشتروا صوت وذمم الشعب السوري، كما أنهم لن يشتروا ولاء الجماعات الإرهابية المسلحة التي ستطرق بابهم يوما ما في القريب العاجل. شكرا. غازي بابا طلع ها